بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب. ان شاء الله النهارده في الفيديو بتاعنا هنتكلم على حاجة مهمة جدا، هي ضعف وموت الزغاليل، الزغلول الواحد، الزغلول الكبير، الزغلول الصغير، رعاية الزغاليل بمعنى أصح. في الفيديو بتاعنا ده هنتكلم على كل حاجة تخص الزغاليل بتاعتنا من الصغر حتى عمر الفطام. يلا بينا كده نشوف الفيديو ونرجع نتكلم على حاجة مهمة جدا جدا في آخر الفيديو بتاعنا. طبعا يا جماعه كلنا عارفين ان البيضه الثانيه بتبيض بعد البيضه الاولانيه ب 48 ساعه. بعض الاناث بترقد على البيضه الاولانيه اول ما بتبيض او الذكر، وبيبدلوا مع بعض لغايه ما البيضه الثانيه النتايه بتحطها. الحصويه الاولى دي طبعا بتكون عرقت، فده طبعا بيخلي زغلول يطلع كبير وزغلول يطلع صغير. عشان نحل المشكله دي في البدايات لازم ان احنا نحط بيضه بتكون طبعا عندنا بيضه بتكون بايظه ولا حاجه راكنينها على جنب، او البيض البلاستيك اللي بيتباع في السوق. بحط البيضه الاولانيه تحت النتايه اول ما تبيض البيضه الاولانيه، بعد كده ب 48 ساعه اول ما النتايه تحط البيضه الثانيه ببدا ان انا احط البيضتين مع بعض. كده البيضتين بيبداوا يعرقوا مع بعض. كلنا طبعا بنسهى عن الموضوع ده وبننسى القصه دي او ما بنتابعش الاصوص بتاعتنا، ولكن بنلاقي طبعا عمليه الفأس حصلت عندنا وبيطلع زغلول كبير وزغلول صغير. ساعات الزغلول كمان الصغير ده ممكن يموت مننا اول ما يطلع. فعشان احل المشكله دي برضو في الزغاليل بعد عمليه الفأس بيحصل ايه يا جماعه؟ طبعا لو الزغلول الكبير ده طلع في الاول بتكون الاهالي اديته كميه كبيره جدا من اللبه بتاع الاهالي، اللي هي طبعا بتعادل مثلا ما يعادل كده 75% من اللبه الاهالي طبعا بتديه للزغلول الكبير اللي هو طلع او الزغلول الاولاني اللي هو طلع. فبالتالي الزغلول الصغير ما بياخدش اللبه كله كامل، بياخد حوالي 25% او 30% بكتير قوي. فبالتالي ده طبعا بيأثر على الزغلول او نمو الزغلول اللي هو الصغير. عشان كده يا جماعه لازم اهتم بحاجه مهمه جدا جدا، ان انا اتابع الاصوص بتاعتي في عمليه وضع البيضه الاولانيه. لنا طبعا ما بنبقاش فاضيين ان احنا نعمل العمليه دي، ولكن لو انت عايز تنتج وعايز فعلا تحسن الانتاج بتاعك لازم تتابع الاصوص في البدايات. هنتكلم بقى على الحلول السهله والبسيطه، دي الاسباب اللي احنا اتكلمنا عليها. هنتكلم على الحلول السهله والبسيطه جدا ان انا ما يطلعش عندي زغلول كبير وزغلول صغير. الزغلول الكبير ده دايما بيطلع مشاكس مع الاهالي، يعني الاهالي لما بتبدا تاكل بيبدا الزغلول الكبير ده يجري على الاهالي وياخد طبعا اكبر كميه من الاكل او اكبر كميه من الكلفه، وبيبدا ان هو يشاكس عن الزغلول الصغير اللي ما بيقدرش فعلا ياخد الكميه. بتكون الاهالي فعلا اكلت الزغلول الكبير واستكفت وبتبدا تاكل الزغلول الصغير. ده حاجه بسيطه جدا، او ممكن تديله بعض الكميات، ولكن بيكون طبعا استكفوا بالزغلول اللي هو الكبير اللي هو الزغلول المشاكس اللي دايما بيبقى مشاكس حتى لما بيكبر بيبقى دايما مشاكس. فبالتالي بيطلع عندنا زغلول ضعيف. لو لقيت عندك الحالات دي حاول انك انت تاخد الزغلول الكبير في ايدك لحد ما الاهالي تبدا تاكل، او تبدا انك انت تكلف الحمام بتاعك والاهالي تبدا تاكل الزغاليل، والزغلول الصغير بيكون استكفى من الكلفه. تبدا ترجع الزغلول الكبير لمده 5 ايام. بتلاقي طبعا العمليه دي الزغلولين بداوا ان هم النمو بتاعهم او بدا الجسم بتاعهم يبقى معادل لجسم بعض. هتكرر الموضوع ده لمده اسبوع بس هتلاقي الدنيا اتظبطت معاك. ما بنقدرش برضو نعمل الحاجات دي. ممكن ان احنا لو عندك حوالي 5 6 اسوس او 10 اسوس، اكيد طبعا في 4 اسوس بيبقوا بايضين مع بعض او 3 اسوس بيبقوا بايضين مع بعض، هتلاقي تحت كل قص من الاسوس زغلول صغير. ممكن انك انت تعادل الزغاليل دي، تحط الصغير مع الصغير والكبير مع الكبير، وتبقى دي برضو حل سهل وبسيط جدا بالنسبه للزغاليل، وبتحافظ على الزغاليل بتاعتك ان هي ما بيبقاش فيه زغلول ضعيف. دايما اللي احنا دايما بنشتكي منه الزغلولين يطلعوا مع بعض ويزيد في وزن الزغاليل، وتطلع الزغاليل عندك حجم واحد وبصحه جيده. وبتكون دي الحل السهل والبسيط جدا او الحلول السهله والبسيطه جدا اللي انا ممكن اعملها مع الزغاليل بتاعتي عشان احافظ على الانتاج بتاعي. ممكن ان احنا نعمل الطريقتين اللي احنا اتكلمنا عليهم، تحضن الزغاليل كلها مع بعض، وممكن انك انت
تشيل الزغلول الكبير لحد ما الاهالي تاكل الزغلول الصغير. وبتكون دي الحلول السهله والبسيطه جدا اللي انا ممكن اعملها مع الزغاليل بتاعتي عشان يفضل عندي الانتاج مستمر ويفضل عندي الزغاليل طالعه صحتها كويسه، وبحافظ على الزغاليل بتاعتي من موت الزغاليل وضعف الزغاليل ومشكله الزغلول الكبير ومشكله الزغلول الصغير. واسف جدا على الاطاله في الفيديو، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراككم في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.